يشتكي سكان عدة أحياء من بلدية شمال ولاية الأغواط من مشكل ندرة التزود بالماء الشروب، والذي يقل وصوله إلى الحنفيات منذ أسبوعين، كما هو الحال في حي الاستقلال بعاصمة الجهة الشمالية للأغواط. الأجواء رصدت انشغال سكان الحي، واتصلت بونغي سليمان رئيسا بالنيابة لمركز وحدة الجزائرية للمياه للرد على الانشغال. التغطية سكان حي الاستقلال بالقرب من مسجد عبد الرحمن بن عوف، رانا كل عام نعاني من مشكلة انقطاع المياه، حيث أنه في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحاجة لطلب المياه تجف الحنفيات عندنا، وقد توجهنا إلى مؤسسة جزائرية للمياه وإلى جميع السلطات المحلية، ولكن لا حياة من تنادي، وخاصة بعد استبدال الخط الجديد بهذا الخط الرديء الذي منذ أن وضعوه لم تأتي لنا قطرة ماء. أنا نبحث عن حل لهذا المشكل الذي نحن نعاني منه كل سنة، وخاصة في فصل الصيف هذا الذي تكثر فيه الحشرات وتكثر فيه الأوساخ وتكون فيه الناس بحاجة ماسة إلى الماء. مرحبا بكم في المؤسسة الجزائرية للمياه. على كل حال هذا الانشغال مطروح على مستوى المؤسسة. كنا في مدة 3 أيام و 4 أيام نحوسوا المشكل من مطروح، وبعون الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اليوم راه المشكل تحل. وطبعا المواطنين والساده السكان اللي رافعين هذه الدعوه والشكوى اللي ما يعني يرجع للعاده تاعو كما كانت في التوقيت السهل والمحدد. وهذه الامور معناها تكون كاينه في اي وقت، تكون كاينه امور تقنيه، مش امور فيه انقطاعات الكهرباء، فيه وين تروح لك صمام، فيه وين يجي مقاول يضرب لك معناها يمسك الرزق فيه، وهذه راها بلاد الله يبارك فيها شحال ساكن. وحنا ما نقولوش ماناش طايقين على التغطيه تاع البلاد والله، ولكن رانا نحاولوا قدر الامكان.